النهارده بقى كده جايبه لكم وصفة رهيبة يا جماعة، تحفة. النهارده هنعمل وصفة القشطوطة بالمانجا. المانجا مالية السوق والكيكة موجودة في البيت، فهنركب كله على بعضه كده هنطلع أحلى قشطوطة في البيت. تحفة تنافس بلبن يعني. الطريقة والطعم جنان، عاملينها بطريقة سهلة جدا، والكيكة معمولة في الخلاط. شايفين شكلها؟ أنا ما اكتفيتش بس إن أنا أحط مانجا يعني على وشها، أنا كمان حطيت شوية عنب. تقدروا كمان تحطوا شوية كريز كده كام بعض، واحدة من حبات الكريز هتدي شكل جميل جدا وشكل لطيف، حلوة قوي وطعمها يجنن. انتوا شايفين الكيكة فاتحة من جوه ازاي؟ كأنك عاملاها بالظبط زي الكيكة الاسفنجية، وهي كيكة في الخلاط، كيكة بالزيت كمان، يعني مش حاطين فيها دهون، لا حاطين فيها دهون. تحفة يا جماعة ومتسقية كده. وتقدروا طبعا تزودوا التسقية بتاعة الكيكة ذات نفسها، بس أنا بحبها معتدلة. فتابعوا معايا الفيديو. النهاردة هنعمل أشطوطة بالمانجا، طعمها وطريقتها تحفة وسهلة وتجنن، بثلاث بيضات بس من المطبخ. هتنفع جدا لضيوفك وما بتاخدش وقت، وطعمها يجنن حرفيا، أحلى من بتاعة بره. يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض، إن شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بينا. في بولة كده هجيب 3 بيضات واحط عليهم معلقة كبيرة كده من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودرة زي ما انتوا عايزين. وطبعا اللي هيخلي الكيكة هشة هو معلقة كبيرة من الخل، ده هيديلها هشاشة كده، وبجانب ان هو هيبقى يخلي برضو لون الكيكة فاتح من جوه. وطبعا يعني حاجة كده سحر في انه يشيل الريحة بتاعت زفارة البيض. هحط كده ال3 بيضات مع كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت وحوالي كوباية كمان من اللبن الدافي شوية، مع طبعا معلقة الخل. هضرب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط لحد ما تهيش وتفتح معانا. نقدر طبعا يعني نهيش البيض لوحده مع السكر ونستخدم المضرب الكهرباء، بس دي بصراحة يعني طريقة سهلة وبسرعة ومنجزة، يعني ايه للستات اللي خلقها ضيقة كده زي بيبقوا عايزين ينجزوا الحاجة بسرعة. في طبق بقى كده خارجي تاني هجيب بقى كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر وذره ملح. انا استخدمت كيك شيف بيخلي برضو الكيكه فاتحه وهشه. اقلب كده كل المكونات مع بعضها، اتاكد ان هي امتزجت مع بعض، وبعدين انزل عليهم كده بخليط السوائل. يعني احط بقى كده خليط السوائل، اكون حطيته في بوله كده بعد ما ضربت كله في الخلاط، وانزل عليهم بمقدار الدقيق واحده واحده كده وانا بقلب، واتاكد كده ان كل المكونات امتزجت مع بعضها علشان ما تبقاش متكتله وما يبقاش في حاجه مخرزه. كده تمام. انا قلبت كل كده مع بعضه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، صينيه بايركس بقى، صينيه الومنيوم زي ما انتوا عايزين، يعني رشيتها كده شويه من الزيت، وبعدين عفرتها بحبه كده من الدقيق عشان تبقى بالنسبه لي سهله الغسل. انا كده كده يعني هطلع منها الخرطه على التقديم على طول، بس يعني دي خطوه هتريحني بعدين لما اجي اغسل كده البايركس. قلبت كده كل المكونات مع بعضها وحطيتها في الصينيه، وهتدخل بقى كده على الفرن ساخن قبل كده على درجه حراره 180. هتاخد حوالي نص ساعه او نص ساعه و10 دقايق بكتير جدا. انا اختبرتها طلعت تمام من النص كده. بعدين بقى اقشرها، ابتدي ان انا اقشرها كده. تقدروا تسيبوها زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب يعني ان انا اقشرها كده علشان الكريمه تبقى ماسكه كده بين الطبقات ومتماسكه، ما يبقاش فيه عازل وسطح الكيكه ده يزحلقها. احضر بقى لخليط التسقيه. معايا كوبايتين كبار من الحليب، نقدر نحط 3، بس انا بالنسبه لي ان انا احط كميه من التسقيه بتاعتها يعني بالكميه دي بالنسبه لي كويسه. انا مش بحب يعني الكيكه تبقى مبلبله شويه، لا انا بحبها كده معتدله. حطيت كمان كوبايه من الكريمه اللباني او كريمه الخفق، وتقدروا طبعا تستخدموا البديل يبقى حليب مكثف محلى، او تقدروا تحطوا لبن وسكر بس، يعني زي ما انتوا عايزين. انا هنا بقى اجيب سقيتها طبعا الكيكه وسبتها على جنب. معلش الخطوه دي ما اتصورتش، مش عارفه ليه. جبت بقى الكريم شانتيه بتاعي وضربته، هكتب لكم بالظبط المقدار اللي انا استخدمته، بس هو حوالي كوبايتين من الكريم شانتيه وفات كمان. تقدروا تحطوا كوبايه ونص من الكريم شانتيه على كده كوبايه من الحليب، وبعدين اضرب كله مع بعض. وتقدروا طبعا تضيفوا قشطه لو انتوا عايزين الطعم غني اكتر. حطيت كده الكريمه زي ما انتوا شفتوا، وبعدين بقى اجيب المانجا. انا استخدمت المانجا اللي هي الصديقه. استخدموا المانجا الصديقه يا جماعه، بتبقى ملحمه شويه، او الكيت يعني زي ما انتوا عايزين. اي مانجا ملحمه فيها لحمه اكتر استخدموها. تستخدموا اي نوع من انواع المانجا، مش شرط كمان النوعين اللي انا قلت عليهم دولت، في انواع كتيره جدا من المانجا. مفيش مانجا يا جماعه طازه مع انها مليانه
في السوق يعني، طلّعي يا ستّ الكل مانجايتين من اللي أنتِ مخزناهم واستخدميهم، دول ولادِك برضه يعني إيه، أي مانجا استخدميها. أنا جبتها كده وقطّعتها وابتديت إن أنا أوزّعها كده على الكريمة بعد أمّا سِبت الكريمة شوية في التلاجة حوالي ساعتين. قطّعتها كده وحطيتها، ابتديت إن أنا أرصّها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، شكل عشوائي خالص، مكعبات كده جنب بعضها. هاجيب بقى شوية كده من جيلي التلميع أو شوية شربات باردين أو شوية كيس مانجا كده متدوبين في شوية مَيّة سخنة، يعني لا أكتر ولا أقل. ما تحطيش أي حاجة على الوش زي ما تحبي، بس الخطوة دي بتغنيكِ من إن المانجا بعد كده تسود وتحافظي عليها وتفضل معاكِ كام يوم في التلاجة. فكل المحلات بتعمل الخطوة دي. فأنا كده خلاص يعني وزعت شوية بقى كده الشربات التقيل أو جيلي التلميع زي ما قلت لكم، زي ما انتوا عايزين وحسب المتوفر. تقدري كمان تحطي شوية عسل الأبيض كده مدوبين في شوية مية تخليهم كده زي الشربات التقيل وتوزعي كده على الوش. دخلتها بقى التلاجة، بصراحة أنا سبتها من بالليل للصبح عشان كده تبقى متماسكة كده. ولما احنا بنسيبها من بالليل للصبح الكيكة ذات نفسها بتتشرب الكريمة وبتتشرب الخليط بتاع السوائل اللي احنا حاطينهم، فبصراحة بيبقى طعمها خطير وتحفة عن ان انت يعني تاكليها اول يوم بصراحة. فخلاص كده تاني يوم بقى طلعتها كمان، قلت ازينها كده اكسر لون المانجا ده، وحطيت شوية عنب. تقدري زي ما قلت لك تحطي شوية كريز، ما تحطيش اي حاجة، اكتفي بالمانجا بس زي ما انت عايزة وزي ما عينك تحب ان انت تشوفيها بأني طريقة. خلاص كده يعني هي بقى جاهزة على التقديم. مفيش احلى ولا انعم من كده ولا اروق من كده، حاجة كده تستاهل بقك زي ما بيقولوا. الولاد هتعشق الطريقة دي وهتطلبها منك كل شوية. طريقة سهلة ومنجزة وما خدتش مكونات كتير وعملناها في البيت بأقل التكاليف اللي موجودة. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير الكتير. اشوفكم على خير الوصفة الجاية ان شاء الله. انا ديجا، باي باي.